بتبتدي قصة فيلمنا بعربية بتقف قدام بيت وبتبطل، وسيدة عجوزة في البيت بتقلق على صوت العربية وبتبص من الشباك على العربية. ولما بتقفل الشباك بتلاقي بنت واقفة في الضلمة وتقول لها مرحبا. فالسيدة ترد عليها وتقول لها انت بتعملي ايه في بيتي؟ وبعدها بنت لابسة قناع بتنام جنب الراجل العجوز جوز السيدة العجوزة. وبعدها الراجل ده بيحط شنط سفر في عربيته عشان رايح هو وأسرته رحلة. وديت بنته كنزي ومراته وامها. بتقول لها هنتأخر، والبنت بتكون حزينة وبتدي لابوها الشنطة. والأب بيسأل على ابنه لوك، ومراته بتقول له إنه مع أصدقائه وبيتحركوا بالعربية للوك وبياخدوه معاهم. والأم بتكلم العم مارف وبتقول له اتأخرنا شوية. ولوك بيقول لكنزي إن أبويا وأمي تعرضوا للإفلاس عشان تروحي المدرسة بتاعتك. وبعدها بيروحوا استراحة وكنزي مش معاهم، والأم بتروح عشان تجيبها. والأم لما بتروح لكنزي عند العربية بتكون كنزي بتدخن سجارة وتقول أكيد هيطردوني من المدرسة بسبب التدخين، وده سبب إنها حزينة. وأخيرا بيوصلوا لمكتب عم مارف عشان ياخدوا المفاتيح. وبتنزل الأم وتدخل المكتب وبتاخد المفاتيح وبتلاقي رسالة إن عم مارف هيقابلها في الصبح، وهيقعدوا في كرفان 48. وبيوصلوا للكرفان وبيكونوا مبسوطين. وبعد شوية الباب بيخبط وبتفتح الأم الباب وبتلاقي بنت في الضلمة. والبنت بتسأل على واحدة اسمها تمارا. تمارا هنا، والأم بتقول أكيد انت غلطانة. والبنت بتمشي والأب بيحاول يتكلم مع بنته لكن بتسيبه وتقوم وتخرج عشان تشم هوا. وأخوها بيخرج وراها. ولوك بينده لكنزي ويقعد معاها ويقول لها لازم تتخلصي من التدخين، ويقول لها احنا خايفين عليكي، وبياخد السيجارة منها ويرميها. والباب بيخبط تاني، فبيفتح الأب وبيكون فاكر انهم عياله، وبيفتح الباب وبيلاقي نفس البنت وما تقولش حاجة وتمشي بعيد. فالأب والأم بيقلقوا على الأولاد، والأب بيخرج هو والأم عشان يدوروا عليهم. ولوك وكنزي لما بيكونوا قدام بيت العم مارف بيقولوا يا ترى بيعملوا ايه في الشتاء هنا، وبيلاقوا الباب مفتوح وبيستغربوا انه مفتوح. وبيدخلوا البيت وبيسمعوا صوت جوه أوضة. ولما لوك بيدخل الغرفة ديت بيتخض لما بيلاقي كلب بيخرج. وبعدها بيلاقوا حد قاعد ومتغطي بملاية وغرقانة دم. ولما بيشيلوا الملاية بيلاقوا جثة عم مارف، وبيخافوا جدا وبيطلعوا بسرعة من الكرفان وبيجروا وبيكونوا تايهين لغاية ما بيلاقوا أبوهم وأمهم. وبيقولوا اللي هم شافوه إن العم مارف ومراته مقتولين. والأب بيقول للأم خدي كنزي على الكرفان واتصلي بالشرطة واقفلي الباب كويس. ولما بيروحوا الكرفان بيلاقوا التليفونات متكسرة، وكنزي بتلاقي بنت مقنعة اللي كانت بتخبط عليهم كل شوية. والأم بتشد كنزي وبيجروا من البنت المقنعة، والبنت بتاخد سكينة من المطبخ. والأم بتحاول تبلغ الشرطة، والبنت بتضرب بالسكينة على ترابيزة المطبخ. وبتجري الأم وبنتها على الحمام وبيقفلوا الباب. وبتهرب كنزي من فتح التهوية، والبنت المقنعة بتكسر الباب. والأم بتحاول تهرب وما بتعرفش وتقول لكنزي اهربي. والبنت المقنعة بتطعنها حتى الموت وكنزي بتجري. وفي نفس الوقت الأب ولوك بيدخلوا كرفان العم مارف وبيشوفوا الجثث وبيتفزعوا وبيترعبوا لما بيشوفوا المنظر دوت. وفجأة بيلاقوا ضرب نار عليهم أو حاجة بتتحدف عليهم وبيستخبوا. والأب بيبص من الستارة ما بيلاقيش حد، وبييجوا يخرجوا بيلاقوا راجل مقنع ومعاه بلطة كبيرة واقف على الباب. فبيدور على أي سلاح لغاية ما بيلاقي مسدس. ولما بيطلع بالمسدس يلاقي الراجل اختفى. وبيجري الأب ولوك على الكرفان بتاعهم وبيلاقوا الباب مفتوح وباب الحمام مكسر. والأب بيتصدم لما بيلاقي مراته ميتة، والابن بيكون حزين جدا على أمه. والأب بيقول لازم ندور على أختك. وبيتحركوا بالعربية وبيدوروا على كنزي، لكن في حد بيحدف حاجة على إزاز العربية. فالأب بيعمل حادثة وكنزي بتلاقي عربية واقفة وفجأة بتنور والعربية بتيجي عليها. وكنزي بتجري وبتستخبى في ماسورة كبيرة، لكن العربية بتطاردها وبتقف قدام الماسورة. وفجأة بتطلع بنت تانية مقنعة وبتصرخ كنزي وبتهرب. وبيفوق لوك وبيفوق أبوه، وأبوه بيصحى وبيلاقي خشبة كبيرة في جسمه ويقول له لازم تمشي عشان تدور على أختك. ولوك بيقول له مش هسيبك، والأب بيقول له لأ دور على أختك. ولوك بياخد المسدس معاه، وأبوه بيقول له حاول تتصل بالشرطة والإسعاف.
والراجل المقنع بيجي ويقعد جنب الأب ويشغل الكاسيت بتاع العربية، والأب بيسأله انت بتعمل ليه كده، ويترجى انه يسيبهم، والراجل المقنع بيطعنه عدة طعنات لغاية ما الأب بيموت. ولوك بيدور على كنزي، وكنزي بتدخل أي كرفان عشان تستخبى، لكن بتلاقي البنت المقنعة وأخوها بينقذها في آخر لحظة، وبيكون ماسك المسدس لكن بيخاف يضربها، وبيجري هو واخته بره. وكنزي ولوك بيدخلوا كرفان تاني من الشباك، وفجأة وهم قاعدين بيلاقوا عربية الراجل المقنع بتدخل عليهم الكرفان، فبيهربوا بسرعة. ولوك بيقول لاخته تستخبي هنا تحت أحد الكرفانات، وهو هيدور على تليفون يبلغ الشرطة والإسعاف. وبيدخل كرفان وبيلاقي تليفون فعلا، وبيطلب الشرطة وبيوصف المكان، لكن فجأة الخط بيتقطع وبيحس بحركة، وفعلا بيلاقي الراجل والبنت المقنعين، وبيهرب بسرعة وبيطلع في مكان مظلم لكن كله فجأة بينور، وبيلاقي البنت المقنعة مرمية على الأرض. ولما بيحاول يشيل القناع بتمسكه من إيده، فبيضربها بالسكينة اللي جنبها عدة طعنات لغاية ما بتموت. وبيجي الراجل المقنع ومعاه بلطة وبيحاول يضرب لوك، لكن لوك بيقع في حمام السباحة وبيشد الراجل من البلطة، وبيتخانقوا مع بعض في حمام السباحة لغاية ما الراجل المقنع بيطعن لوك. وبيخرج الراجل المقنع من حمام السباحة وبيفتكر ان لوك مات. وبتيجي كنزي وبتشد اخوها وبتطلعه على جنب، واخته بتطمنه. ولما بتطلع على الطريق بتلاقي عربية الشرطة، وبينزل الشرطي وبيطمنها، لكن البنت المقنعة التانية بتقتل الضابط. وكنزي بتصرخ وبتركب عربية الشرطة لكن ما بتلاقيش المفتاح، وبيكون البنت المقنعة بتشاور بالمفاتيح لكنزي وبتتعارك معاها، لكن كنزي بتمسك بندقية الشرطي وبتضربها بالنار، والبنت المقنعة بتقع على الأرض وبتشيل القناع من على وشها وتسألها ليه بتعملوا كده، فالبنت بترد وليه ما نعملش كده. فكنزي بتضربها تاني بالرصاص لغاية ما بتموت. وكنزي بتحاول تدور العربية لكن عربية الراجل المقنع بتخبطها من ورا، وبعدها بيجي جنبها بالعربية ويلف ويخبط العربية مرة تانية من الجنب وكررها تاني. وبتنزل كنزي على الأرض وبتلاقي البنزين مغرق الأرض، فبتطلع الولاعة وتولعها وترميها على البنزين، فالعربيتين بيولعوا والبنت بتتحرك وبتمشي، لكن برضو العربية بتتحرك وراها وهي مشتعلة. وبتطارد كنزي وبينزل الراجل المقنع من العربية على الجسر، لكن بتكون في زجاجة في بطنه وبيكون اتحرق وبيسقط على الأرض. وبتهرب كنزي وبتشاور العربية على الطريق، وبتنزل منها سيدة عشان تنقذها، لكن السيدة بتركب بسرعة لما بتلاقي الراجل المقنع جاي ورا كنزي ومعاه البلطة، لكن كنزي بتنط في العربية والراجل المقنع بيتشعبط في العربية، لكن كنزي بتضربه وبتوقعه من العربية. وبعدها بتظهر كنزي وأخوها في المستشفى وبتكون متدمرة نفسيا. وبكده يكون الملخص خلص. لو عجبكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.